بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة سنة 5. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في وحدة جديدة. هنبدأ في يونت 2 الوحدة التانية، وأول درس بعنوان A day at the clinic، يوم في العيادة. نبدأ نقرأ الكلمات المهمة اللي جت في الدرس. sore throat sore throat التهاب الحلق. headache صداع. fever حمى. كف كحة. stomachache ألم المعدة. clinic عيادة. pharmacy صيدلية. serious خطير. medicine دواء. check up كشف أو فحص طبي. examination room غرفة الفحص. tired متعب. toothache ألم بالأسنان. weak ضعيف. warm liquids سوائل دافئة. بعد كده هناخد تصريف الأفعال. rested يستريح. hoped يأمل. felt يشعر. hurt يؤلم. drank يشرب. بعد كده عندنا تعبيرات وحروف جر هامة. take care of يعتني بيه. take medicine يتناول الدواء. feel better يتحسن. what's wrong ما المشكلة. بعد كده عندنا definition التعريف. أول كلمة عندنا كلمة headache، وheadache يعني صداع. نقرأ مع بعض التعريف. pain in the head، وكلمة pain معناها وجع أو ألم. in the head في الرأس. بعد كده عندنا كلمة pharmacy، وpharmacy يعني الصيدلية. يلا نشوف التعريف. a place مكان where you buy your medicine، حيث تستطيع أن تشتري دوائك. نشوف الكلمة اللي بعد كده clinic، وclinic يعني عيادة. a place where doctors المكان اللي الدكاترة help sick people feel better بيساعدوا الناس المريضة ليتحسنوا. بعد كده عندنا نقاط هامة عن رصاص الاستماع والقراءة. تعال نشوف أول جملة بتقول إيه. فادي feels tired and his body hurts. فادي يشعر بالتعب وجسمه hurts بيؤلمه. He has a headache and a cough. وهو عنده صداع وكحة. He also has a sore throat and a fever. وهو كمان عنده ألم في الحلق وسخونية أو حمى. His mother takes him to the doctor. ووالدته أخدته للدكتور. The nurse sends فادي، والممرضة أرسلت فادي to the examination room، إلى غرفة الفحص.
The doctor says فادي looks a little weak. والدكتور بيقول إن فادي يبدو ضعيف قليلا. فادي must rest and drink warm liquids. فادي يجب إن هو يستريح ويشرب سوائل دافئة. فادي can't eat ice cream for 3 days. وفادي مش هيقدر ياكل الايس كريم لمدة 3 أيام. They go to the pharmacy for medicine. وهم راحوا الصيدلية علشان الدواء. فادي hopes he will feel better quickly. وفادي بيأمل إنه سوف يتحسن سريعا. بعد كده عندنا choose the correct answer. اختار الإجابة السليمة. Number 1. Let's go to the north. هيا نذهب إلى إيه؟ To get your medicine. علشان نحصل على دوائك. إيه المكان اللي هنروح له علشان نجيب الدواء؟ تمام، pharmacy الصيدلية. Number 2. To get better. علشان تتحسن you must إيه and drink warm liquids. يجب إن أنت إيه وتشرب سوائل دافئة. فكر معايا، يجب إن أنت إيه؟ تمام، you must rest. لازم تستريح. يبقى to get better علشان تتحسن you must rest لازم تستريح and drink warm liquids وتشرب سوائل دافئة. Number 3. علي has a high temperature. علي عنده درجة حرارة عالية. He has a أو an نقط. يبقى هو عنده إيه أو مصاب بإيه؟ نفكر مع بعض. اللي عنده حرارة عالية يبقى عنده إيه؟ تمام، fever. وكلمة fever يعني حمى أو سخونية. يبقى علي has a high temperature. علي عنده درجة حرارة عالية. he has a fever. هو عنده سخونية أو حمى. Number 4. The doctor works at a small نقط. دكتور بيشتغل في إيه صغير near our house بالقرب من منزلنا. طيب الدكتور هيشتغل فين؟ نفكر مع بعض. كلينيك، تمام، يعني عيادة. يبقى the doctor works at a small clinic. الدكتور بيشتغل في عيادة صغيرة near our house بالقرب من منزلنا. بعد كده عندنا listening and reading الاستماع والقراءة. هنا بيقول لي listen and read استمع واقرأ. تعال نشوف العنوان. فادي's check up فحص فادي الطبي. وأول جملة في المحادثة بيقولها فادي. طبعا ده صوت الوجع والألم. I feel so tired. فادي بيقول أنا أشعر بتعب شديد. My body hurts. جسمي يؤلمني أو بيوجعني. وبعد كده المذر الأم بتقول You don't look well فادي. أنت لا تبدو بخير يا فادي. What's wrong؟ ما الأمر؟ إيه مشكلتك؟ حاسس بإيه؟ فادي هنا بيرد بيقول I have a headache and a cough. أنا عندي صداع وكحة. I also have a sore throat and a fever. وأنا كمان عندي احتقان في الحلق وسخونية. مامته بترد Oh no، يا إلهي. We have to go to the doctor. لازم نروح للدكتور. بعد كده المحادثة اللي جاية هتبقى في العيادة at the clinic في العيادة. أول جملة النيرس الممرضة بتقولها Hello فادي. أهلا يا فادي. Please come to the examination room. لو سمحت تعال إلى غرفة الكشف. غرفة الكشف هيقابل فيها الدكتور. تعال نشوف الدكتور هنا بيقول إيه.
well فادي. حسنا يا فادي. How are you feeling today؟ كيف تشعر اليوم؟ انت النهاردة حاسس بإيه؟ وهنا فادي بيرد not good doctor. أنا مش بخير يا دكتور. I have a headache and a cough. أنا عندي صداع وكحة. وهنا الدكتور بيرد بيقول You look a little weak. أنت تبدو ضعيف قليلا. But it's not serious. لكن الموضوع مش خطير. You must rest. أنت لازم تستريح. And drink warm liquids. وتشرب مشروبات أو سوائل دافئة. No ice cream for 3 days. وممنوع الآيس كريم لمدة 3 أيام. فادي بيرد Oh no. Oh لا. But I love ice cream. لكن أنا بحب الآيس كريم. وهنا الدكتور بيرد بيقول I know. أنا عارف. But you have to. لكن يجب عليك إن أنت take care تعتني of yourself بنفسك. You will feel better soon. وستشعر بالتحسن قريبا. هنا المذر الأم بترد Thank you doctor. شكرا يا دكتور. Now فادي. دلوقتي يا فادي. Let's go to the pharmacy. هيا نذهب إلى الصيدلية to get your medicine. علشان نحصل على دوائك. وفي آخر الحوار فادي بيقول I hope I feel better quickly. أتمنى إن أنا أتحسن بسرعة. I must take my medicine and rest. وأنا يجب إن أنا آخد الدواء بتاعي وأستريح. وفي آخر قاعدة في الدرس هنتعلم نستخدم have و has بمعنى لديه أو مصاب بيه. تعال نشوف using have to talk about illnesses. استخدام have للتحدث عن الأمراض. هنا بيقول لي استخدام have بمعنى لديه أو مصاب بيه للتحدث عن الأمراض. يبقى ممكن استخدم have و has لما أجي أتكلم على مرض معين، سواء المرض ده عندي أو عند غيري. احنا عندنا verb to have بيتكون من have و has. طب تعال نشوف ضمائر الفاعل هنقسمها ازاي مع have و has. طبعا أول حاجة عندنا has. has هتيجي مع he و she و it. يعني ممكن أقول he has هو عنده، she has هي عندها، it has إنه عنده أو لديه. وأنا بتكلم على الأمراض وبعد كده بجيب باقي الجملة أو بجيب النون بتاعي. يعني مثلا ممكن أقول he has a fever يعني هو عنده سخونية. she has a cough هي عندها كحة. يبقى بستخدم he أو she أو it مع has وبعد كده بجيب اسم المرض اللي أنا بتكلم عنه. بعد كده عندنا كلمة have. وهاف هتيجي مع ضمائر الجمع كلها وهتيجي مع ضمير المتكلم الحاضر اللي هو I. فهقول I have أنا لدي أو عندي أو مصاب بي. You have أنت أو أنتم لديكم. We have نحن لدينا. They have هم لديهم. وبعد كده بجيب باقي الجملة أو اسم المرض النون اللي أنا هستخدمه في التعبير عن وجود مرض معين. ودلوقتي هنشوف أمثلة على القاعدة. طبعا في الصورة هنا قدامي ولد ماسك دماغه. تعال نشوف الجملة I have a headache. أنا لدي أو مصاب ب headache. وكلمة headache معناها صداع. وآخر صورة عندنا صورة بنت ماسكة معدتها فبنقول she has a stomachache يعني هي عندها ألم في المعدة.